هل عمرك فكرت إن الإيمان ده مش مجرد إحساس بيجي ويروح، أو يمكن مجرد شوية كلام بنقوله وقت الشدة؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفع. أهلا بيكم في المنيو. هنلاقي إجابة السؤال ده في كتاب النهاردة. طب إيه أهم الحاجات اللي لقيناها في الكتاب ده؟ أول حاجة لازم نعرفها إن الإيمان مش مجرد شعور عابر، ده واقع حقيقي وثابت. ده عامل زي الأساس المتين اللي بتبني عليه حياتك كلها. بالظبط زي لما تبقى متأكد 1,000,000% إن كلمة الدكتور صح وهتاخد العلاج وتخف. الإيمان كده ثقة أكيدة في وعود ربنا حتى لو لسه مش شايفها بعينيك. دي نقطة بجد بتغير طريقة تفكيرك. النقطة التانية، الإيمان ده مش مجهود بشري منك، ده بيجي من كلمة ربنا نفسها. كل ما بتقرب لكلمة ربنا كل ما إيمانك بيتنور ويكبر. تخيلها كده، بذرة صغيرة بنرويها بكلمة ربنا، وكل ما بنسمعها ونقراها الإيمان ده بينمو جوانا، وبعدين بنشوف الوعد بيتحقق قدام عينينا. يعني كلمة ربنا هي مصدر الإيمان. تالت حاجة، الإيمان الحقيقي لازم يكون معاه أعمال. كتاب الإيمان الذي به نحيا بيقول صراحة إن الإيمان اللي من غير أعمال إيمان ميت. تصور كده، لو واحد بيقول أنا مؤمن بالجود والكرم بس عمره ما بيساعد حد أو يتبرع، يبقى إيمانه ده كلام بس مش حقيقي. الإيمان لازم يظهر في أفعالنا، زي اللي بيثق إن ربنا هيشفيه فبيصلي وياخد خطوات إيمانية. رابع نقطة، وعود قابلة للتحقيق. لما بتؤمن انت بتتحرك في طريق الاستقبال. الكتاب بيوضح ان الايمان ده هو القناة اللي من خلالها بتيجي استجابات ربنا لحياتك، سواء شفاء، حل المشكلة، او اي حاجة وعد بيها ربنا ليك شخصيا. أخيراً، الإيمان بيخليك تعيش حياة النصرة والتمتع بوجود ربنا في كل تفصيلة في حياتك. بتقدر تواجه أي تحدي بثقة لأنك عارف إن ربنا معاك. بالإيمان بتقدر تشوف المستحيل بيتحول لحقيقة، وبتقدر تكون سبب بركة وتغيير لكل اللي حواليك. الكتاب ده فيه كنوز كتيرة هتفتح عينك على مفاهيم جديدة ومدهشة. خلينا ناخد فكرة سريعة عن بعض العناوين الشيقة اللي ممكن تلاقيها فيه وتغير حياتك. الإيمان والمعرفة، إزاي الإيمان بيكمل اللي بنعرفه. سلوك الإيمان، خطوات عملية عشان إيمانك يكبر. بر الإيمان، يعني إيه تبقى بار بالإيمان. هل الإيمان ممكن يكون هبة من ربنا؟ عمل الإيمان، إزاي إيمانك بيترجم لأفعال. قياس الإيمان في جسد المسيح. وعشان نساعدك تتعمق أكتر وتكتشف كل الكنوز دي، عملنا لك رابط في وصف الحلقة معمول بالAI، تقدر تسأله في محتوى الكتاب ويرد عليك بكل التفاصيل اللي عايزها كأنه بيتكلم معاك. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه الكتاب اللي عايزين نلخصه ونشوقكم ليه. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام.